اهلا بيكم. كابتن سامي يحييكم من الاسكندريه. النهارده ان شاء الله معانا حصه جميله جدا اللي هي ازاي امشي بالعربيه المانيوال في الطرق الزحمه والطرق الضيقه. النهارده معانا الباشمهندس محمد. كيف الاحوال يا باشمهندس محمد؟ الحمد لله تمام. كله جميل. اخبار السواقه معاك ايه؟ لا تمام الحمد لله. واخبار تعليم السواقه معاك ايه معانا؟ لا تمام حلو جدا. الحمد لله. في الحصه الكام يا باشمهندس النهارده؟ السادسة ان شاء الله. ممتاز. النهارده الباشمهندس محمد في الحصه السادسه النهارده، وبدانا معاه من الزيرو. النهارده هو في خلال الحصه السادسه زي ما انتم شايفين كده ماشي في وسط الشوارع الضيقه، وهنطلع في وسط الشوارع الزحمه اكتر. يعني ده المستهدف النهارده من الحصه السادسه، ان احنا نطلع في وسط الشوارع الزحمه جدا والضيقه. وطبعا دي مشكله بتواجه معظم الناس اللي هي بتتعلم السواقه جديد، او حتى متعلمين السواقه جديد. برافو عليك، وضع الديفنس كويس جدا، وضع الديفنس كويس جدا. او حتى يعني بتواجه الناس اللي هم لسه متعلمين السواقه جديد. كويس يا باشمهندس، كويس. اهم حاجه يعني بنصح بيها في السواقه في الزحمه او في المناطق اللي هي الضيقه او كده زي اللي احنا ماشيين فيها دي بصوا مناطق ضيقه جدا هي بين العربيات. بنصح نمره واحد انك انت ما تحاولش تزود السرعه زياده عن اللزوم، زي ما الراجل كده عامل، زي ما الباشمهندس عامل كده اهو. هو اساسا ماشي بالعربيه بسرعه هاديه بحيث ان هي تكون مناسبه ليه، فبالتالي يحافظ على يعني اعصابه انها ما تتوترش، وبالتالي هيقدر يطمن نفسه عشان يعرف يفكر كويس ويعرف يختار الاختيار الصح. ده نمره واحد. ثانيا، اي خطر زي الراجل اللي ماشي على رجله ده خطر بيهدد العربيه، فراح الباشمهندس عامل ايه دلوقتي؟ راح دايس على الدبرياج ومستعد بالفرامل وامن نفسه. يبقى النصيحه الاولانيه عشان تمشي في الشوارع الزحمه او الشوارع الضيقه، نمره واحد ما تحاولش تزود سرعتك، دي نمره واحد. نمره اتنين، خش يمين يا باشمهندس. الاشاره الاول، ماشي، كويس 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 كويس. نمرة واحد زي ما قلت لك ما تحاولش تزود سرعتك زيادة عن اللزوم. نمرة اتنين، أول ما تشوف خطر قدامك، أول ما تشوفه في اللحظة اللي أنت تشوفه فيها، أول ما تشوف خطر، مش عكس ولا لا كده صح، افصل بقى الموتور وخش شمال من الشارع اللي جاي. طبعا اعمل الإشارة بتاعتك الأول زي ما أنت عملت كده. خلاص معلش نرجع تاني. ان احنا بنصحك في الشوارع الضيقه زي ما انتم شايفين كده، ان نمره واحد ما تزودش سرعتك. نمره اتنين، اول ما تشوف خطر بيهددك من وجهه نظرك وانت ماشي بالراحه، اول ما تشوف الخطر من بعيد دوس دبرياج واستعد بالفرامل، وده اسمه وضع الدفاع. ودي تعليمات القياده الدفاعيه، دي تعليمات القياده الدفاعيه. افصل الموتور، دوس دبرياج يعني، استعد بالفرامل وخش الشارع وانت في الوضع الدفاعي ده. شغل الموتور تاني. الله ينور عليك يا باشمهندس، الله ينور عليك، الله ينور عليك. كويس يا باشمهندس محمد، كويس كويس. الامور الحمد لله ماشيه بشكل طيب. ويعني اول حاجه انت منجحاك ان انت طبقت الكلام اللي انا بنقوله دلوقتي، ان انت اول حاجه ماشي بسرعه هاديه. ثانيا، اول ما بتشوف خطر قدامك من بعيد بتفصل الموتور وبتدوس فرامل زي ما انت عملت دلوقتي، زي ما انت عملت دلوقتي اهو. دايس دبرياج برجليه اهو، ودايس برجله الثانيه على الفرامل اهو. شايفين السكه ضيقه ازاي؟ ممكن واحد بيتعلم السواقه جديد او لسه متعلم سواقه جديد يقول لك يا كابتن انا ما بعرفش امشي في الشوارع دي، ما بعرفش. ما بتعرفش ليه بقى؟ ما بتعرفش لان انت اكيد بتبقى دايس بنزين جامد، والمشكله ان انت بتبقى دايس بنزين وفاكر انك انت بتمشي العربيه. على فكره دواسه البنزين ما بتمشيش العربيه، دواسه البنزين بتزود السرعه. انت لو دوست بنزين يبقى انت بتزود السرعه. فكلنا نخلي بالنا من حته ان انا وانا بدوس بنزين دي، اعرف واعلم ان انت بتدوس بنزين يعني بتزود السرعه. ما فصلتش الموتور الثاني ليه يا باشمهندس؟ لا ما عجبنيش الملف اللي انت عملته ده. خلاص يلا افصل وهات الغيار الثاني زي ما انت بتعمل كده.